السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. وحشتوني طبعا من الفيديو اللي فات، وكنت عايزة هنعمل النهاردة عدس. اول حاجة انا جبت الحلة وحطيت فيها شوية مية وحبة ملح وشوية فلفل اسود مطحون، وغسل العدس كويس. وادي العدس اهو انا كنت غسلاه، وجزرة مقشراها يعني وهقطعها وغسلتها كمان. بس فانا هقطع الجزرة وهنزل بيها في المية. عندي بصلة كمان متوسطة هنزل بيها برضو اقطعها وهنزل بيها في المية. وعندي طماطميتين صغيرين او واحدة كبيرة، او مش عايزة تحطي ما تحطيش، بس هي يعني بتضيف طعم يعني. دي بصوا دي اهم حاجة انتوا تشيلوها ديتي. وهنزل بالعدس. خلاص هو كده مظبوط، ملحه مظبوط وكل حاجة. بصوا اول ما بدأ يغلي بدأ يطلع له ريمة، نشيل الريمة دي خالص، شيليها يعني. ما تقوليش لا ده عدس مش لحمة مش عارف، لا شيليها. اي حاجة بيطلع لها ريمة لازم تشيل. اهو بصوا هشيل الريمة كلها من الحلة. اما اوريكم شايفين الريمة اللي طلعتها، بس هو التصوير مش ظاهر يعني. بس وهسيبه يطيب. هنا كان عندي نص لفة جلاش كانت عندي في التلاجة، يعني اخر مرة عملت فيها جلاش، فطلعتها وقلت اعمل بها اللي هي فطيرة الجلاش السريعة ديتي. بس جبت كده واخدت ورقتين جلاش وتنيتها بالنص كده، نصين. دول ورقتين تنيتهم نصين كده اهو شايفين ورقتين فردته واديني ايه تنيتهم نصين. وكنت مسيحة سمنة او زبدة فلاحب. هنا خلي بالكم الحاجات السمرة دياتي من المرتة بتاعت السمن، شايفين؟ ممكن كنت صفيت السمنة حلوة من المرتة بتاعتها. بس فكانت عاملة الحاجات دياتي. انا هنا دهنت السمنة حلو، وهجيب ده سكر بودر اهو شايفين انا طحناه السكر. وكمان يعني هتنيها تاني الورقتين الجلاش، وهدهن بالسمنة او بالزبدة اللي متاح عندك، اي مادة دهنية. بس دي كانت زبدة وكنت مسيحاها. بصوا هاتني كده من فوق حتة ومن تحت صغيرة حتة، وبعد كده اجيبهم اهو شايفين. بعد كده اجيبهم بقى ايه بالنص كده اهي شايفين. بس هتبقى كده. ادي اول واحدة عملناها. برضو هجيب لفتين ورقتين، اقصد مش لفتين ورقتين اهو ورقتين، وهتنيهم نصين كده اهو، وهدهنها بالزبدة اللي معانا اهو شايفين.
وهرش السكر، ده سكر مطحون، وهرجع اتنيها تاني وادهنها بالسمنة. وهتطبقيها، ممكن تطبقيها مثلثات، ممكن تطبقيها زي ما انا طبقتها كده، مفيش مشاكل. اهو، بس حاولي تطبقيها حلو عشان وانتي بتحمريها ما تفكش منك. اهو شايفين؟ بس ادي تاني فطيرة. هجيب برضو كده ايه ورقتين جلاش وهتنيهم نصين. دول بقى ايه اللي هو الجلاش اللي مكسر شوية المفتفتين، مش هنرميهم خسارة. اهو شايفين؟ وهدهن حلو بالزبدة. دول شوية جوز هند بس كانوا اخر شوية عندي. اهو شايفين في البرطمان اخر شوية فحطيتهم. عندك مكسرات فول، ده زبيب. اهو شايفين؟ زبيب. وهتنيها نصين وهدهنها نفس الحكاية. عندك فول سوداني، اطحنيه وحطيه. عندك مكسرات، فستق، لوز، عين جمل، برضو قشريها وطحنيها كده طحنة زنطوطة حطي فيها تبقى بالمكسرات، فطيرة بالمكسرات. عندك عسل ممكن تحطي، بس هو العسل يفضل يتحط في الاخر. يعني برضه انا هقولك لو عندك عسل تحطي في امتى، هيديها طعم حلو. انا كان عندي دول اخر شوية جوز هند وزبيب، فعملت بيهم يعتبر فطيرة واحدة، والباقي كله عملته بالسكر. وهتنيها التانية تاني، وهرجع برضو ادهنها من على الوش وهتنيها بقى عشان تبقى مربعة. بس كده تمام، اهي زي الفل. انا عملت 4 اهم. هنا العدس كان خلاص طاب كده، انا هطفي عليه وهسيبه شوية لما يبرد شوية، وبعدين هضربه في الخلاط. هنا جبت الطاسة دي كان فيها سمنة، لما سيحت الزبدة، والطبق ده كان فيه شوية زبدة، هحطهم كده اهو، وهسيب الطاسة لما تسخن. انا عايزاها تسخن اهو، وهنزل بالجلاش اللي احنا عملناه ده، فطير الجلاش. سهلة وطعمها لذيذ، وديك عملت حاجة محلية في البيت لولادك. اهو بصوا. طب من الجنب ده احط على الجنب التاني، يعني الجنب ده والجنب التاني كده اهو. وهكذا. اقلبها من الناحية التانية ومن هنا عشان تحمر من كل الجوانب. كنت انا برضو في المرحلة دي جبت كوباية لبن كده وغليتها. حاجة سهلة جدا كده يعني احلى من البسكوتات والحاجات اللي بيجيبوها من الشارع دي اهو. وكمان هنحط لها حليب يعني او لبن، فطبعا هيبقى قيمة غذائية كمان حلوة.
حاجة بسمنة كده فلاح انت عاملاها بلدي اهو. شايفين لونها حلو ازاي؟ وهسيب التانية تاخد لون برضو. حاسس ان من على الجنب شوية بيضة، فهو جافة كده عشان تحمر من الجنب التاني. وهجيب اللي هي اخر واحدة دي. هما عملوا بالظبط 4 فطيرات بالجلاش دول. انا نزلت عليها شوية سمن عشان بس ما تتحركش مني وتاخد اللون الدهبي الحلو. شايفينها حمرت. اوقفها على الجنب التاني اهو. لسه حاجة لما تعمليها انت في البيت بتبقي ضمناها جو يعني. وعلى فكرة طعمها جميل جدا، اللي ما جربهاش يجربها مش هيندم يعني عليها. دي شايفين كده هتتحرق. اهي خلاص. اوقفها بس دقيقتين كده على الجنب ده. تكوني موطية البوتاجاز، يعني اول ما تسخن الطاسة توطي البوتاجاز. يعني هو مش محتاج انك تعلي البوتاجاز، اديكي شايفة في ثواني، في ثواني كده هو بيحمر. فمش مش محتاج انك تعلي البوتاجاز يعني. اهو بس كده انا هطلعهم يعني واوريكم الخطوة الجاية هتبقى ايه. اهو طلعت دياتي وهطلع التانية. شايفين لونها؟ انا هنا كنت بصفي الوش بتاع الحليب او اللبن، وش اللبن او الحليب. بصوا اهو اللبن سخن يا جماعة، انت لسه طافية عليه اهو. بصوا هنزلها. طبعا انت لو عايزاها تبقى طرية سيبيها دقيقتين كده اهو. لكن انا مش عايزاها تبقى طرية، انا عايزاها تبقى فيها جرمشة. فيدوبك بص نزلتها وقلبتها على الجنب ده وعلى الجنب ده في الحليب، وهطلعها على طول اهو. شايفين دي كده هتتحرق مني اهو في ثواني كده. انت زجتيها بصوا طرية حاجة كده جميلة. بس ركنتها هنا على جنب ورجعت للعدس كان برد شوية. بصوا هحطه في الخلاط وهضربه اهو. شايفين العدس بعد ما ضربته بقولكم كان تقيل خالص، فانا حطيت له شوية مية عشان هما طبعا ايه هياكلوه. الصراحة ما كانش عندي عيش في صوص، بس فكلوه بالعيش البلدي العادي. هيسجوا فيه، فلازم ميبقاش بتجيل يعني بالطريقة دي. حلوة ان هو كده يعني سمكه كده كويس. بس هسيبه طبعا يغلي. هنا انا كنت حتة سمنة بلدي من اللي كنت مسيحاهم عملت منهم الجلاش.
ودي فصين 3 4 كده توم، بس ما كانوش كبار يعني، كانوا صغيرين. فصين توم يعني لو كبار. دجيتهم يعني، قشرت التوم ودجيته، واديني ايه هحمره في حته سمنه بلدي. العين التانية عليها العدس بيسخن، وكده خلاص طاب يعني. جبنا بصل اخضر كمان علشان انتوا عارفين العدس والبصل وبعد كده تمسكي بطنك ومعدتك والحموضة تشتغل اهو بصوا. بس طبعا من الاكلات الحلوة اللي ما نقدرش نستغنى عنها في الشتاء. بس ده التوم طبعا حمرناه اهو بقى. بوريكم السمك بتاعه. هسيبه بقى لما يبدأ. بس شايفين هو ده لون العدس، اللون الاورنج ده. طبعا الطماطم مع الجزر ادت له اللون الجميل ده، وكان طعمه حكاية. بس الاضاءة جوه في المطبخ ما كانت فاتحة خالص. بصوا بقى حتة سمنة بلدي من على الوش اهي، بقطعها حتة سمنة بلدي كده من على الوش، تسيح وتاكل احلى طبق عدس ان شاء الله. واهو طبعا حطيت في طبق واحد عشان يبقى سخن. تحط السمنة يعني لازم يبقى العدس سخن عشان لما تحط السمنة تسيح معاكي. وادي البصل الاخضر قشرته، وادي فطيرة الجلاش الحلو اهو شايفين في ثواني. ورشيت عليها شوية سكر كده كتزيين يعني مش اكتر. ممكن لو اهو بصوا بقى، ممكن لو عندك عسل نحل ضيفي عليه دلوقتي بدل السكر اللي انا حاطاه ده. ضيفي انتي العسل، يا مش عايزه اقولك هتبقى حكايه. شايفين اهي بتتقطع في منتهى السهوله. ولا طريه قوي ولا ناشفه قوي اهي. شايفين طبقات فطيره يعني، فطيره صح يعني، سهله ولذيذه وحاجه حلوه. يبقى عندك حاجه برضو في البيت. انا بوريك هنا الظهريه بتاعتها، وبفتح لك تاني بوريك الطبقات. دي اللي كان فيها الزبيب، بس انا ما قطعتهاش يعني عشان تشوفوها. والعدس وجماله وطعم ولونه، حاجه من الاخر يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.